قبائل قريش مجتمعة عند الكعبة، أعرابي وراع يرعى غنمه على مقربة منهم. الأعرابي مشيرا إلى المجتمعين: من هؤلاء؟ تلك قبائل قريش يختصمون. فيما يختصمون؟ في بناء الكعبة. كل قبيلة تريد أن تضع حجر الركن دون الأخرى. أرى واللات إنهم يتحاورون ويتحالفون ويعدون للقتال. أجل، مررت بهم الساعة أسوق غنمي، فوجدت بني عبد الدار قد قربت جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم. الأعرابي يسرع بالانصراف: هلم بنا قبل أن يستفعل الخطب. أبو أمية بن المغيرة ينهض في قريش: يا معشر قريش، احقنوا دماءكم واجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه. أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. رضينا. أبو أمية يلتفت: أرى غلاما داخلا. قريش صائحين: هذا الأمين، هذا محمد، أترضون حكمه؟ نعم. أبو أمية صائحا: يا محمد، تعلم إنا كنا قد أجمعنا رأينا على بنيان الكعبة، وأن القبائل جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم شيدناها حتى بلغ البنيان موضع الركن كما ترى، فاختصمنا فيه. كل قبيلة تريد أن ترفع إلى موضعه دون الأخرى، حتى كاد ينشب بيننا القتال، وقد رأينا الآن أن نحتكم إليك في أمره، فاحكم بيننا بما ترى. هلم إلي ثوبا. ائتوه بثوب. يحضرون ثوبا فيتناوله محمد ويفرشه على الأرض، ويأخذ حجر الركن فيضعه فيه بيده. لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. أبو أمية معجبا فرحا: مرحى مرحى. يمر بهم شيخ غريب. الشيخ صائحا بهم: يا معشر قريش، أرضيتم أن يضع هذا الركن وهو شرفكم غلاما يتيم دون ذوي أسنانكم؟ أبو أمية في غضب: من هذا الرجل؟ هذا شيخ من نجد. بل إنه الشيطان. اغرب أيها الرجل، لا شان لك بما تحن فيه. إن هذا الغلام اليتيم لخليق أن يجمع رأي العرب يوما، وأن يوحد الناس.